ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، والله العظيم مش ناسياكوا خالص، اوعوا حد يفتكر ان انا ناسياكوا. والله العظيم فاكراكوا دايما، وبقول على طول ان انتوا وحشتوني قوي قوي قوي، ونفسي ارجع اتكلم معاكوا تاني، وارجع ان انا اشارك معاكوا فيديوهات زي ما كنت بشارك معاكوا. بس معلش سامحوني، وهقول لكم كل حاجة من خلال الفيديو دلوقتي، وانا اتأخرت عليكم ليه؟ سامحوني واعذروني، وحابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، وسنة جديدة كده كلها خير وبركة. واللي نفسه في حاجة وما حققهاش في 2023 يحققها في 2024، اللهم امين يا رب. ومش حابة اقول اني محققناش احلامنا في 23، لا، هو ربنا ما اردش بتحقيق الحاجة اللي نفسنا فيها في الوقت ده، بس ربنا شايل لنا الوقت الحلو اللي ان شاء الله هو رايد بيه يحقق لنا احلامنا فيه. المهم نحمد ربنا على سنة مضت من عمرنا بصحة وخير وبركة، واحنا وسط عيالنا وبيتنا واصحابنا واهلنا، والحمد لله ان احنا بصحتنا وعافيتنا. ما ننساش دايما نحمد ربنا على الحاجة دي، لان اوقات بتسهى علينا كده الوقت ونقول ايه، لا ده سنة عدت ومحققناش حلمنا وكده. لا، الحمد لله ان احنا بخير وسط ولادنا واهلنا وبيتنا ومع حبايبنا كلهم، الحمد لله. ومهما كان إنجاز صغير عملناه في 2023 نحمد ربنا عليه، وندعي دايما لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم يا رب العالمين، نصر قريب يا رب العالمين. فربنا يكتب لهم النصر يا رب العالمين في سنة جديدة، وتكون كلها سعادة وخير عليهم يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده من أول الفيديو ان انا نقلت البوتاجاز أخيرا، حطيته جنب المطبخ الخشب. زي ما انتوا شايفين كده اهو، جم بتوع الغاز أخيرا نقلوه، والحمد لله يعني حطوهولي هنا. وهو كان البوتاجاز واطي قوي عن المطبخ، والمطبخ بتاعي خشب، فكنت خايفة النار يعني تأثر على المطبخ الخشب، فجوزي جاب لي حجارة كده وحطها لي تحتيه. بصراحة أنا كنت ناوية أعمل درج ألمونتال، هي الفكرة يعني فكرتي، بس مش عارفة بتاع الألمونتال هينفذها ولا لأ، أنا مقلتلوش. بس يعني إيه، كل حاجة غليت دلوقتي، فقلت مش وقتها، فجوزي قال لي خلاص جاب لي الحجارة دي وحطها، وهي مش مضايقاني في أي حاجة، لأن كنت خايفة على الجزء دوت من البوتاجاز، فهو دلوقتي باين جزء صغير خالص، فمش هيأثر عليه ولا أي حاجة. البوتاجاز بتاعي عايز دعكة جامدة، والمطبخ برضو. عايزة اقول لكم ان انا كانت الماسورة بتاعة الغاز كانت لازقة في البوتاجاز على طول، والبوتاجاز طبعا كبير وكان في النص وبيخبط في المطبخ الخشب لما كان في المكان بتاعه يعني هنا. تمام. فما كنتش بعرف اجيب المطبخ كده ولا كده واغسله، انا بصوا يعني بغسل مطبخي كل شهر ونص، كل شهرين، من فوق لتحت، يعني ما بطولش مدة كبيرة قوي عليه. بس كنت بتضايق جدا بصراحة، وكنت باخد وقت كبير قوي 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 فيه، رغم ان مطبخي صغير. شايفين المساحة دي بقت حلوة بالنسبة لي ازاي؟ افتح الفرن، بصوا هو كان في ماسورة نازلة من فوق كده اهو. تمام، انا خلعة بالشفاطة عشان خاطر البوية اللي هما دهنوها ما تنزلش عليه، لان البوتاجاز اتبهدل. فكان في ماسوره نازله كده اهو عند الاخرام دي، والمحبس كان تحت خالص كده جنب البوتاجاز، فجم هم شالوها وحطوا حته الماسوره اللي بالعرض دي، وقفلوا لي الفيشه الكهرباء اللي هنا بتاعه الشفاط، قفلوها خالص. قالوا ما ينفعش، وراحوا نزلوا لي الماسوره كده. فانا طلبت من الراجل يحط لي محبس الغاز يكون فوق البوتاجاز، لان كانوا حاطينه لي جنب العين الصغيره دي لما كان في النص، فكنت بتضايق وما كنتش بستخدمها، اخاف استخدم فيها آلية او حاجه زي كده، النار يعني تزيد ولا حاجة، وكان المحبس جنبها على طول، فكنت بخاف جدا. ف قفلوا لي بقى زي ما قلت لكم الفيشه بتاعه الكهرباء اللي هنا، والبوتاجاز بصوا اتبهدل بوهيه بقى وحاجات كده، انا مسح يعني غسلته، بس لسه برضو متبهدل النقط اللي انتوا شايفينها دي كلها. والازاز برضو متبهدل، دي مش دهون، بصوا هوريكم دلوقتي، دي بهدله من الدهان اللي دهنوا بيه المواسير. تمام، بصوا بهدله قد ايه، فعايز بقى يستحمى حمايه العيد يعني. فال فكنت هقول لكم ايه، المهم ما كنتش بعرف اخد راحتي بقى في البوتاجاز، فجيت من البوتاجاز اغسل المطبخ، فزي ما قلت لكم بياخد كان مني وقت قوي قوي، واقعد ازق البوتاجاز كده. طب ما ده مش انبوبه هخرجه بره، ده كان بيضايقني. غير كمان الماسوره دي من وقت ما اتجوزت، دي بتاعه الصرف بتاع الغساله وبتاع الحوض. اللي كان بيعمل لنا السباكه تقريبا نسي يدخل السباكه قبل السيراميك، فيعني شغل غير حسب الله ونعم الوكيل، لان هو لغايه دلوقتي بيجي بيصلح لي الغلطات اللي هو عملها دي. واخر حاجه دلوقتي جوزي قال لي ان احنا هنجيب سباك يكسر الحيطه ويدخل السباكه دي
جواها يعني جوا الحيطة ويكسر السيراميك. بس انا بصراحة موضوع انه يكسر السيراميك ده قلقني شوية وتعبني وخايفة، وكل ما بنجيب سباك اصلا من بره بيقول هي السباكة دي معمولة ازاي، فلازم نجيب السباك اللي هو عمل السباكة عشان خاطر هو اللي يشوف الدنيا فيها ايه ويقعد يظبط لنا الحاجات اللي هي مش كانتش متظبطة اصلا. فمش عارفة بقى دلوقتي اكسر السيراميك بقى وادخل السباكة ولا اعمل ايه، لان المنظر كده بصراحة مش عاجبني ومضايقني جدا. وزي ما قلت لكم البوتاجاز كنت اجيبه كده على اليمين مضايقني، اجيبه على الشمال الحوض طبعا والماسوره وكده، لكن دلوقتي بصراحه هغسل المطبخ وانا مرتاحه اكتر من الاول. قليت بطاطس محامير وبيض مقلي وبابا غنوج كده وطماطم طرنشات يعني وكده وايه، وقلنا بقى كده نتغدى. احنا الايام دي بنصحى متاخر شويه عشان خاطر ما فيش امتحانات عندنا يعني اليومين دول، فبنصحى بقى متاخر، بنصحى نتغدى على طول فاهماني. ممكن الولاد يصحوا ياخدوا سندوتش كده جبنه وفينو ولا حاجه، وبعد كده بقى ايه ندخل على الغدا بقى على طول. اتغدينا وبعد كده دخلت على الغسيل، قلت اغسل حبه غسيل كده لان كان عندي يعني شويه غسيل، فقلت ايه لما بيكون عندي غسيل كتير بتاع الولاد بحطه في الغسالة دي اكتر يعني من الغسالة الاوتوماتيك. وفي كذا حد قال لي ما انت عندك غسالة اوتوماتيك مش بتغسلي عليها ليه او مش بتظهريها ليه في القناة، انت على طول بتظهري الغسالة دي والغسالة الاوتوماتيك مش بتظهر. ففاكريني يعني بضحك عليهم، لا والله عندي غسالة اوتوماتيك، بس في مشكلة حصلت معايا في الغسالة الاوتوماتيك. غلطة يعني انا اللي غلطتها، بس ما كنتش اعرف ان الغلطة يعني هتعمل كده، فايه مش عايزه اظهرها عشان خاطر التعليقات السلبيه يعني وكده. هقول لكم الغلطه كانت ايه. انا كان عندي الغساله الاوتوماتيك بس والولاد كانوا صغيرين، وانتوا عارفين هدوم الولاد موسخه وكتيره ومش عارف ايه، ومسحوق الاوتوماتيك ايه غلي بقى. فايه بقى كنت بتضايق قوي من الغساله الاوتوماتيك، فقلت خلاص انا هشتري واحده فوق اوتوماتيك. فكنت عامله جمعيه ورحت اشتريت واحده فوق اوتوماتيك، ورحت ايه منشفه بقى الغساله الاوتوماتيك ومظبطاها وشلتها كده في الاوضه وعرضتها للبيع كذا مره. يعني عايزه اقول لكم كتير كتير جدا كلمت ناس كتير عليها عشان خاطر تشتريها مني، وما حصلش نصيب. والحمد لله ما حصلش يعني الحمد لله حصلش نصيب وان هي اتباعت. قعدت سنه ونص بالغساله اللي فوق اوتوماتيك، وبعد كده باظت بقى وكان تصليحاتها كتير وبتوع الصيانه بتاعتهم حلوه. الغسالات اللي فوق اوتوماتيك مش حلوه خالص. وبعدين احنا جربنا نوعين يونيفرسال ويونيون اير، والاتنين اوحش من بعض بصراحه، الاتنين سيئين، والاتنين شركاتهم مادية جدا في الصيانة. مش بيعملوا يعني حاجة كده حتى لو بسعر رمزي، لا سعرهم غالي جدا. فبصراحة ما تجيبوش يعني الشركتين دول. فالمهم بقى ايه قعدت سنه ونص، فالغساله الاوتوماتيك ما اتباعتش، والغساله اللي فوق اوتوماتيك طبعا كانت بتتكلف كتير صيانه وتصليحات وكده. فقلت خلاص انا مش عايزاها، فرحت بعت الفوق اوتوماتيك ورجعت تاني للاوتوماتيك. جيت بقى ارجع للاوتوماتيك لقيت الكاوتشه بتاعتها كلها حصل فيها سمار كده هو حاجات ايه نقط سودا. فجيت ايه كان عندنا يعني بتاع الغسالات، فقلت له قال لي لا انت اغسليها ومع الغسيل هو هيطلع ومش عارفه ايه، لان هي تغيير الكوتشه دي امر صعب عليهم هم، فهم مش بي يعني مش عارفه هو ما رضيش يغيرها لي وقال لي لا حلوه الكوتشه حلوه بس انت اغسليها. مسكتها بقى غسلتها بكلوركس الوان بكلور ابيض وغسلتها باريال وعملت فيها دورة خل كذا مرة. المهم الكوتشة بتاعة الغسالة الاوتوماتيك فضلت زي ما هي فيها نقط سودا، وده نتيجة ان انا قعدت سنة ونص طبعا ركناها. انا معرفش ان هيحصل فيها كل ده، انا منشفاها وكل حاجة، بس هي الرطوبة اللي جواها هي اللي عملت كده. فما غيرتش طبعا الكاوتشه اللي هي موجوده، فعامله النقط السوداء. فانا طبعا لو جيت بقى اصور بقى بالطريقه دي فهلاقي تعليقات سلبيه كتير، وانا والله منضفاها وغسلاها كذا مره وبسلكه وبسبونشه وبحاجات كتير ومش راضي يطلع منها. فانا دلوقتي يعني مستنيه كده الوقت يعني وقت يعني كده ربنا يسهل الحال، وهجيب حد يغير لي الكاوتشه بقى بتاعتها عشان بجد شكلها مش حلوه. لكن هي الغساله زي الفل وكل حاجه ونفعاني وبغسل بيها كويس وكل حاجه يعني الحمد لله. فبعد كده بقى بعدها بشويه بعت بقى الفوق اوتوماتيك وكملت عليها وجبت مروحين بقت دي والاوتوماتيك. كده انا بقيت مرتاحه جدا، محدش بقى يقول لي اهدار ولا حاجه، لا بجد الاوتوماتيك لوحديها صعبه وتعب مصاريفها جامده جدا، خصوصا لما يكون عندك اطفال وكده وغسيل كتير. وانا بصراحه يعني بحب الم واغسل كده فاهمني.
والاوتوماتيك مش عايزه كده خالص. فلما جبت مروحين دي بصراحه نفعني في هدوم الولاد تكون موسخ قوي، في شرابات بقى، في لما بقى هدوم كتير واغسل هنا حبه وهنا حبه. يوم ما كنت تعبانه مثلا ما اغسلش على دي، اغسل بالاوتوماتيك مثلا اسبوع واريح اسبوع من دي. فانا مش تعبه نفسي يعني في الاتنين. فبصراحه الاتنين مع بعض حلوين قوي، وخصوصا لما يكون عندك اطفال حلو قوي. لما يكون عندك ايه غساله يعني تانية، غساله اطفال او غساله بروحين. المهم سألت الولاد عايزين تتغدوا ايه، قالوا نجرسكو. هما بصراحة بيحبوها وانا بعملها كتير، حتى هتلاحظوا معايا انا بعملها كتير لان هما بيحبوها، وفيها لبن وفيها مكرونة وفيها البروتين يعني الفراخ وكده. فبدل ما بيشربوش اللبن فبدخله لهم في البشاميل. فبصراحة بحس ان هي فيها مكونات كتيرة وحلوة وهما بيحبوها. فالاكلة اللي بيحبوها وتكون مغذية وحلوة ومفيدة فليها منحة عنهم. الفراخ طبعا بضربها في الكبة فبتوفر معايا وبتعمل كمية كبيرة، فدي حاجة حلوة. المكرونة طبعا في المكرونة حلوة، الأطفال طبعا كلهم بيحبوا المكرونة، والبشاميل طبعا فيه لبن وكده. فايه زي ما قلت لكم بعملها. انا بطلت اعمل مكرونه بشاميل او قللت فيها قوي اللي هي باللحمه، يعني بقيت بعملها نجرسكو اكتر وموفره بصراحه معايا. لو عندي قطعه فراخ ولا حاجه بخليها من العظم وبضربها في الكبه ومع بصلتين والدنيا بتبقى حلوه والله. وبتعمل يعني صينيه حلوه كده والحمد لله. احنا ماشيين برضا ربنا وبستر ربنا علينا، مش شطاره مننا ولا اي حاجه. المهم جبت هنا بصلتين كده ضربتهم في الكبة ونزلت بزيت، وحطيت بقى ايه البصل كده هعصجه، وبعد كده بقى ايه او هحمره يعني شوية، مش هخليه يحمر قوي. وبعد كده بقى هنزل بالفراخ اللي انا ضربها برضو في الكبة. بتكون حلوة يعني مش وحشة. يعني بتكون الطعم باين فيها، مش هقول لكم يعني هي الفراخ بتكون ناعمة جدا ومش باينة، لا بتكون حلوة. لما بعمل كنت نجرسكو بقطع الفراخ اللي انا مقطعها كده بالسكينة ما كانتش بتعجب الولاد. يمكن من يوم بقى ما عملتها لهم وهي بالكبة كده، الفراخ ضربتها في الكبة بقت تعجبهم اكتر. يلا بقى نسيت اقول لكم اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه، واللي متابع ومشترك بالفعل في القناه ما ينساش بقى اللايك. بالله عليكم اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات. انا عارفه ان انا بتاخر بس والله العظيم غصب عني. انا بعد ما نزلت لكم الفيديوهات بعد ما اختي ولدت وماما كانت في العمره، انا جيت بعد كده انا تعبت وجالي دور كده واملاح بقى وجنابي. وبعد كده بنتي تعبت جالها نزله ترجيع وسال وتعبت خالص مني بصراحة. حتى بعد ما خدت إبرة الترجيع برضو قعدت ترجع تاني، فكنت خايفة عليها قوي. ويعني دخلت بصراحة في موال كتير. واختي لما ولدت برضو فضلت لسه تعبانة ولسه ابتدت تشم نفسها. ابنها اللي لسه مولود تعب واتحجزت بيه في المستشفى 5 أيام، التهاب رئوي يعني كده. فالحمد لله يعني كل ده طبعا دربكة وطبعا يعني بروح هنا وباجي فما فيش وقت ان انا اصور، ولو صورت ما فيش وقت ان انا امنتج. فالدنيا يعني معايا ايه يعني مقلوبة شوية. وانا والله العظيم من الناس اللي ما بعرفش افتح الكاميرا في اي وقت. يعني لو مزاجي كده او نفسيتي مش مظبوطة ما بعرفش افتح الكاميرا واصور ولا اظبط الحاجة. ما بعرفش اعمل الحاجة وانا مش دماغي مش مظبوطة لها يعني، فاهمني؟ فايه فكنت مشغوله طبعا معاها وكنت زعلانه برضو على ابنها وكده وانا بنتي كانت تعبانه. فالدنيا معايا ما كانتش مظبوطه، غير ان اخر الشهر بيبقى النت ضعيف جدا، ببقى مش عارفه انزل فيديوهات. فاستنيت بقى ايه اول يوم كده في الشهر وانزل لكم بقى الفيديو. والنت طبعا حلو انا لان انا الباقه بتاعتي ما ينفعش تتجدد في اي وقت، لازم تتجدد اول الشهر. ممكن اعمل اخر الشهر باقه اضافيه. فانا قلت خلاص بقى مش مستاهله، كلها يومين والشهر الجديد يبدا وكده. فالمهم جيت بقى هنا اعمل البشاميل اللي بحط سمنه وزيت، وطبعا الماده الدهنيه قد الدقيق. بس انا بعملها كده بالبركه بالنظر، يعني شايفين انا لقيت ناقص ماده دهنيه فرحت حطيت. فبص احنا عايزين السمك كده ان هو يكون كريمي خالص كده، تحمريه شويه وبعد كده تنزلي عليه باللبن. انا ولا بحط كريمه لباني ولا بحط جبنه جبنه مثلثات ولا اي حاجه. انا اللبن اللي بحطه للبشاميل بيكون لبن اللي هو كامل الدسم اللي هو مغلي ومش شايله الوش بتاعه ولا القشطه ولا اي حاجه. بخلي القشطه بتاعته، انا دايما بشيل القشطه بتاعه اللبن، بعمل بيها سمنه. بعمل بيها زبده وبعد كده سمنه. لكن اللي بعمل بيه البشاميل ما بشيلش القشطه بتاعته، بخليه زي ما هو. فبيطلع بقى كريمي معايا وحلو وزي الفل. حطيت حبه ميه كده في الحله عشان اخد بقى القشطه كده اللي في الحله وايه، واحط بقى التوابل بتاعتي وملح وحته شطه. وهبتدي بقى اقلب فيه كده على نار عاليه او متوسطه، يعني مش تكونش واطيه قوي.
وهبتدي اقلب فيه على طول، هتلاقيه بيتقل من الجناب، وتفضلي بقى كده تقلبي من الجناب لغايه ما يوصل بقى للسمك اللي انت محتاجاه. ويبقى خلاص كده خلص معاكي البشاميل، وخدي بقى احلى بشاميل. ممكن كمان بعمل بعد ما بحط البشاميل ببتدي بقى ارش عليها جبنه موتزاريلا من فوق، بس النهارده ما كنتش هعملها كده. وفي اوقات بخلي المكرونه كلها القلم اقلبها في البشاميل، وفي اوقات بعمل الطريقه العاديه بتاعتنا، اني بحط البشاميل في الصينيه كده من تحت، وبعد كده بحط مكرونه، وبعد كده الفراخ او اللحمه، وبعد كده بحط مكرونه، وبعد كده بحط البشاميل من فوق. فكل مره بعمل طريقه مختلفه عشان الولاد ما يزهقوش منها. كده انا وصلت بقى للسمك اللي انا محتاجاه. احنا بنحب البشاميل كتير وتقيل بصراحه، ما بنحبش البشاميل يكون خفيف. لما بحمله خفيف بحس ان هو بينزل جوه قلب المكرونه وما بيعملش كده وش من فوق. احنا بنحب الوش من فوق. وعايزه اقول لكم ان البشاميل لما بتطفي عليه وتسيبيه يبرد بيتقل تاني. الاول ولادي ما كانوش بيحبوا البيض على الوش بتاع البشاميل، دلوقتي لا بقى بيطلبوا مني ولا عايزينه، يعني سبحان مغير الاحوال بصراحه. حطيت كده بشاميل في الصينيه من تحت، وبعد كده هبتدي بقى احط بقى المكرونه، وهحط بقى الفراخ، وبعد كده المكرونه، وبعد كده البشاميل بالطريقه اللي انتوا عارفينها. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، يا ريت تلفوا لفه كده في القناه وتشوفوا الفيديوهات القديمه، بجد هتعجبكم جدا. يا رب الفيديوهات بتاعتي يعني تكون بجد ان هي بتفيدكم، تكون بتنشطكم، تكون بتشجعكم. واتمنى منكم ان انتوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتكبروا قناتي وتكبروا عيلتي وعيلتي تكبر بيكم. بجد بجد نفسي جدا نفسي جدا قناتي تكبر بجد، ونفسي قناتي تتفعل. انا خلاص قربت اكمل سنه وقناتي لسه ما اتفعلتش. فربنا كريم، وانا عارفه ان انا بتاخر في القناه وان انا مقصره في القناه، بس والله العظيم غصب عني. زي ما قلت لكم اني يعني الموضوع مش بايدي والله قوي، يعني مش بعرف اعمل فيديو كده وخلاص وارميه بقى وانزله بقى كده وخلاص، لا. بحب اعمل فيديو يكون يعني مفيد، اعرف اتكلم معاكم في ايه، اعرف اشارككم ايه حاجه تكونوا هتستفادوا منها. لكن لو على الفيديوهات الواحد هيعمل في اليوم فيديو واتنين وتلاته، بس مش بعرف بصراحه اعمل اي فيديو كده وخلاص يعني، فاهميني؟ ف... فربنا كريم يكرمني ان شاء الله. وقناتي تكبر بيكم، كله بفضل ربنا طبعا الاول ثم انتوا. فيا ريت تدعموني بقى باللايك والاشتراك كده في القناه، ويا ريت شير بقى للفيديوهات بتاعتي لو بتعجبكم لاصحابكم. انا بصراحه مش عامله اي صفحات على الفيسبوك ولا اي حاجه، انا يعني بشارك فيديوهاتي على القناه دي بس، مش بشاركها على صفحة فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجة. ف... فعشان كده هتلاقوا المشاهدات عندي يمكن قليلة شوية، وده يمكن اللي مخليهاش القناة بتاعتي تكبر بسرعة. بس بصراحة الحاجات التانية انا لسه يعني يعني كده حاسة اني لسه انا مش عارفة لها قوي. طبعا قناتي القديمة كلكم زي ما كنتوا عارفين بعد 3 سنين ونص، او ده كانت داخلة على 4 سنين. لا كانت 4 سنين فعلا. فيعني يعتبر فشلت فيها، او ان هي المشاهدات بتاعتها خلاص بقت قلت وكده وما بقتش تنفع. فانا كنت عامله لها بقى صفحه على الفيس بس ما كنتش بشارك عليها قوي فيديوهات. فبصراحه قلت لا هركز دلوقتي في القناه، وبعد كده اركز في صفحات الفيسبوك بقى والحاجات التانية دي وكده، عشان خاطر يعني ابقى مركزه يعني في حاجه واحده يعني وكده. بس بقى فاتمنى ان انتوا بقى شير كتير كده للقناه بتاعتي. المهم خلصت كده بقى المكرونه البشاميل وحطيتها في الفرن وكده. انا كنت بغسل وبعصر الغسيل، وبعد كده حطيت ميه نظيفه وهبتدي بقى اشطف الغسيل. بحب اشطفه كده بطريقه بتكون احسن، بحس ان انا بشطف الهدوم يعني كويس، عشان خاطر المواد الكيماويه دي اللي احنا بنغسل بيها الهدوم ما تبقاش بقى على جلدنا وتعمل لنا حساسيه كده وتتعب فروه الجلد بتاعتنا. فبحب كده اشطف كده بمنتهى الاريحيه. فالميه النظيفه كده بحطها في الاخر، وبحط الغسيل بقى كده بشطفه كويس، بفتح الهدوم وبنزل اي مسحوق فيها. طبعا بكون عصراه الاول عشان لما باجي اشطفه يكون يعني يتشطف معايا بكل سهوله، ومن الميه ما يكونش فيها صابون قوي. انا برتاح بصراحه في الطريقه دي، في بعض الناس ممكن ترتاح في طريقه تانية، فكل واحد طبعا والطريقه اللي هو بيرتاح فيها، لكن انا دي اكتر طريقه انا برتاح فيها، وبحس ان انا بنجز فيها بسرعه. طبعا بقى هحط هنا كده زي ما انتم شايفين الغسيل وهشطفه وهعصره، وبعد كده بقى هنشره. وده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، ويا رب ما اكونش تقيله عليكم، واسفه جدا على التاخير، وربنا يجعلها سنه سعيده
عليكم يا رب العالمين. والف حمد والف شكر على السنه اللي عدت والسنين كلها اللي عدت واحنا بكامل صحتنا وسط ولادنا واهلنا وحبايبنا. ربنا يجعل السنه دي مفيش حد من حبايبنا ينقص منهم خالص، ونفضل دايما مع بعض، وربنا ييسر احوالنا ويرزقنا الخير دايما واكتر واكتر واكتر. ربنا كريم وربنا هيرزقنا ان شاء الله، وربنا يحقق لي حلمي يا رب العالمين في القريب العاجل. عندي حلم وان شاء الله ربنا هيحققه لي، ويوم ما ربنا يحققه لي ان شاء الله باذن الله هطلع واقول لكم ربنا استجاب لدعائي واراد وحقق لي الحلم اللي انا نفسي فيه. وطبعا هشارككم ان شاء الله في بكل حاجه. ادعوا لي بس ربنا يسهل لي الحال وييسر لي الحال وييسر لكم جميعا الاحال والاحوال يا رب العالمين، ويرزق الجميع ويرزق كل مشتاق ويرزق كل اللي نفسه في حاجه ربنا يكتبها له يا رب العالمين. دي المكرونه كده بعد ما طلعت كنت هنسى واروح اقطعها، بس الحمد لله افتكرت بقى كده. بصوا احنا فتحنا جزء صغير كده عشان يطلع بقى منه البخار وتبرد بسرعه. وعملت جنبيها كده طماطم طرنشات وحطيت عليها ايه توابل وملح وكده، لان ما كانش عندي مخلل وما جبتش مخلل فالحمد لله نعمه وبركه ورزق من عند ربنا. ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. فالمكرونه كان شكلها جميل جدا جدا جدا. وكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.